ايمن صلال بدل طارق هنداوي. طارق هنداوي رقم 88 دخل بداله ايمن صلال رقم 77. طبعا اخونا مروان صلال اللي عم يلعب مع فريق الكره داخل منطقه الجزاء وجول جول هدف ملعوب. اول كره بيستلمها ايمن الصلال، اول كره بيستلمها ايمن الصلال وبيلعب كره بالعرض جميله جدا الى السلقيني اللي بكعب رجله بيسجل في قلب مرمى الطليعه. وهدف الاول لفريق الاتحاد، الهدف الاول لفريق الاتحاد. وباعتقادي المباراه ستحلو اكثر واكثر بعد دخول الهدف. هنشوفها بالاعاده. شايفين الكره من الخدود الى الشمال، كره جميله لكن هو العقل المفكر والموزع لفريق الاتحاد. اول كره بيستلمها الصلال، بيلعب كره بالعرض جميله ولكن تدخل موفق من السلقيني وهب في قلب مرمى فريق الطليعه. والهدف الاول في هذه المباراه. وحتحلو المباراه وحلو الجمهور اكثر. شايفين التشجيع واكيد الطليعه ما حيستكين ابدا. إذا هدف مقابل لا شيء للاتحاد بقدم نصوح النقدلي. وهذه كرة أيضا لفريق الاتحاد ومشروع هجمة. الخدوج بيلعب كرة بالعار وجول جول. الهدف الثاني، الهدف الثاني وحقق الأماني لفريق الاتحاد ونصوح النقدلي. والهدف الثاني، هدفين للاتحاد مقابل لا شيء. هنشوفها بالاعاده. كره تمرر بالعرض وفرح على المدرجات، وايضا كرتين عرضيتين اجى منهم هدفين واثنين بتوقيع نصوح النقدلي اللي عم ياخذ المكان الصحيح، يعرف اين يقطن اين يسكن كيف يسجل، كأنس الصاري اللي كان بفريق الاتحاد واللي كان ايضا يعرف اين يتمركز في اي لحظه ممكن يسجل اهداف.